معكم. أنا غيرت رأيي وسوف أنسحب من هذه المجموعة، وأنتم تعرفون ما يعني ذلك. انتظر انتظر انتظر. ندفن أم نرمي؟ انتظروا يا أغبياء. السلام عليكم. هل بدأت اللعبة؟ السلام السلام بيسو. السلام هو ما يتمناه الإنسان، ولكن إنسان يبحث عنه، ولكن إنسان يسمع عنه، ولكن إنسان. بدأت اللعبة. أريد أن ألعب دور الزعيم. يتأخر ولا يعرف السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ندفن أم نرمي؟ انتظروا يا أغبياء.
صوت واحد ولكنه مخملي. مخملي؟ وأين الديمقراطية التي تتشدقون بها؟ هنا 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 لا منهم. سؤال وجيه. الديمقراطية والأغلبية عندما تصل إلى المخملية يا صديقي تتعطل. لا يوجد بينهما انسجام عندما تتعارض المصالح، فتصبح المخملية فوق الأغلبية وتحتها الديمقراطية. حينها تكون جميع القرارات انبطاحية خاضعة للمخملية. مخملية، ديمقراطية، انبطاحية، كلها تنتهي بالإية. ولكن ماذا تعني؟ لم أفهم. وماذا أفعل؟ لقد حبك الله بالغباء. إنهم لا يريدون أن يخسروا لأنه يملك نقودا لا حصر لها. السمع، لأنه يملك نقودا لا حصر لها. يملك نقودا لا حصر لها. فهمت ذلك، ولكن لماذا تصرخ في وجهي؟ لماذا تصرخ في وجهه؟ لأنه يسأل نفس السؤال كل يوم. ولماذا تسأل نفس السؤال كل يوم؟ هو يجيب نفس الإجابة كل يوم. ولماذا تجيب نفس الإجابة كل يوم؟ ندفن أم نرمي؟ قال لكم انتظروا أيها الأغبياء. ألم تقتنع؟ ولكنه لم يكن فاسدا، كان يودع عمره ويؤمن نفسه. ندفن أم نرمي؟ انتظروا، وما أدراك أنت؟ هل كنت تعاني كالآخرين؟ لا هل احتسته في يوم من الأيام؟ لا، ولكن الذي دفع عنه ندفن أم نرمي؟ لا. لا، ماذا؟ ندفن أم نرمي؟ انتظروا. إلى متى؟ إلى أن يأخذكم ربي. آمين. هل تعرفون ما هي أمنيتي؟ أعتقد أنها نفس أمنيتي. أيها الخبثاء، وأنا كذلك. وما هي أمنيتكم؟ أمنيتي أن أجلس على هذا الكرسي ولو لمرة واحدة. يقولون أن من يجلس على هذا الكرسي تتغير مشاعره إلى غير مشاعره، ويصبح هو غير هو. دعوه يجرب. نعم، جرب. لما لا تجرب؟ أنت أولا. لا، أنت أولا. بل أنت أولا. أنت أولا.
تأخذ دوري؟ وأنا سأخذ دورك لا تقلق. تأخذ دوري؟ وأنا سأخذ دورك. لكل منا في هذه الحياة دور عليه أن يقوم به بكل قوة وصبر وتحمل واقتدار. إذا قولوا له ها بماذا تشعر؟ أشعر أنني أكرهكم جميعا. أكرهكم. لا أحبكم. أحبكم يا أخي تكرههم تحبهم. قم عن ظهري. لا أكرهكم جميعا. أكرهكم. إنني أشعر بالرغبة. إنني أشعر بأني لا أشعر بما أشعر به. إنه شعور طيب. كان هنا كرسي. أين ذهب؟ ماذا يحصل يا سيدي؟ تفضل يا سيدي. نبارك لك يا سيدي المنصب الجديد. لا وقت للتهاني. يجب أن أعمل بجد واجتهاد وأخدم أمتي وأبتي وإخوتي. اضحك. يجب أن أستغل الوقت قبل أن ينتهي وقتي وزمني وتنتهي اللعبة وأنا لم أؤمن نفسي.
حسنا يا سيدي. هناك خطابات كثيرة وطلبات كثيرة. طلبات كثيرة هكذا من البداية، وما أولها؟ أولها يا سيدي الرعية يطلبون أن تصرف حبة كاملة لكل بيت. حبة كاملة؟ حبة ماذا؟ حبة من الدجاج يا سيدي، فربع دجاجة لا تكفي. هل كان يصرف ربع دجاجة لكل بيت؟ ما هذا التبذير؟ تبذير؟ أقصد نحن أعلم باحتياجاتنا. لو صرفنا حبة كاملة ماذا سيتبقى لنا؟ يا سيدي اطمئن، لا تقلق يا سيدي، سوف يتبقى الكثير. فالمفرخة ما شاء الله ما شاء الله لا تتوقف بعطائهم وجدهم واجتهادهم. ولو فهم لا يستحقون حبة كاملة، ونحن لنا وضعنا الخاص، وهذا نوع من التبذير ولا بد أن نعمل للمستقبل. حسنا يا سيدي، وما هو الحل؟ الحل؟ هل قالوا في خطاباتهم حبة كاملة من الدجاج؟ لا يا سيدي، ولكن هذا ما يقصدونه. وما أدراك عنه؟ اسمع. نعم سيدي، تفضل يا سيدي. سوف نصرف حبة كاملة، ولكن بما نراه نحن، فنحن نعرف احتياجاتهم أكثر منهم. أعلن للناس بأن يحضروا الساعة، وأنه سوف يكون كل يزرع حبة كاملة. ولكن يا سيدي لا أريد أن يعرفني أحد، وأريد أن أتأكد بأن كل بيت استلم حقه من باب الأمانة. جزاك الله خيرا يا سيدي على حرصك وأمانتك. ما هذا؟ تعبنا ونحن نسير. كل هذا القصر لي؟ نعم يا سيدي. بس الحمد لله. ها قد وصلنا إلى البوابة التي يجتمع عندها العام. وأين هم؟ ماني لا أرى أحدا. افتحوا الأبواب. سيدي الحبة يا سيدي، الحبة هنا يا سيدي، هنا يا سيدي، أعطني الحبة يا سيدي. هناك يا سيدي. بارك الله فيك. ما هذا؟ ربما تكون دجاجة مصغرة، وإذا طبخت تنتفخ. إن طعمها لذيذ. حقا إنها لذيذة. لذلك سميت طعمية. طعمها حقا لذيذ، ولكن حبة واحدة لا تكفي. حبة واحدة لا تكفي يا سيدي. حبة واحدة لا تكفي سيدي، حبة واحدة لا تكفي. سيدي حبة واحدة لا تكفي. حبة واحدة لا تكفي. ما هذا؟ هذا ما طلبتم من ربع حبة إلى حبة كاملة، وما زلتم تطلبون. سنأمر بحبتين أو أكثر من ذلك. حسنا، سنأمر بحبة ولا أكثر من ذلك. لكنه قال حبتين. أنا أبخص بذلك.
يجب أن لا يشبع هؤلاء وأن لا يستقروا، إنهم لا يستحقون العيش. هل فهمت؟ نكفي أم نرمي؟ انتظروا. يجب أن لا يشبع هؤلاء وأن لا يستقروا، إنهم لا يستحقون العيش. مهما يكن فعلا فالوضع مختلف الآن. بالله عليك، كيف تفكر أنت؟ أفكر بعقلي. أي عاقل؟ إحساسك بالآخرين مبلد، إحساسك بمن عانى وتعرض للإهانة معدوم، عقلك لا يشعر بها. إنما تريد أن تنتقم مني وجثة هذه لا حول ولا يشعر بك أصلا. لذلك يجب أن ترمى هذه الجثة في المزبلة. وأنا أطالب بدفنها وإلا لا تهدد. الجميع هنا متفق على أن ترمى هذه الجثة ولا تدفن. حسنا. فلنسألهم. نسأل من؟ نسأل الجميع، أصحاب الشأن. أصحاب الشأن، وأنا منهم. أصابني ما أصابهم. هل الجميع هنا متفق على أن ترمى هذه الجثة ولا تدفن؟ ترمى 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 ترمى. هل سمعت؟ انتظر. هل تريدون أن تدفن هذه الجثة؟ كما ترى يا مخملين، كما ترى يا مخملين، كما ترى يا مخملين، كما ترى يا مخملين. ماذا؟ ماذا تقولون؟ أنتم ماذا تريدون؟ ندفن أم نرمي؟ اسمعوا اسمعوا اسمعوا. أنا لست مخماليا ولا ديمقراطيا، أنا مواطن عادي. نعم أنا مواطن عادي، وعندي مقترح لحل هذه المعضلة. مواطن عادي. لا فرق. تفضل. ما رأيك؟ تفضل. وأنتم؟ تفضل. أنا أقترح أن ترمى هذه الجثة في المزبلة. وأنا أرفضها. يرفض. حسن. أنا أقترح أن تدفن هذه الجثة. وأنا أيضا أرفض. يرفض. دعوني أكمل رجاء، فأنا لم أوضح اقتراحي بعد. أنا أقترح أن ترمى الجثة يوم وتدفن يوم، وهكذا نرضي الجميع. ما رأيكم؟ اقتراح صائب. ولكن ما الذي نفعله أولا؟ ندفن أم نرمي؟ هذه ليست مشكلتي. ماذا؟ أنا لا أقبل هذه الإهانة.
يا سيد مخملي، نحن من تعرض للإهانة وتجرعها وتألم. أما هو جثة هامدة لا يشعر بشيء، علها تشفي غليلنا فيه، فهو لم يرحم أحدا يوما. هل نسيتم ماذا قال لكم حينما ذهبتم تتوسلون إليه، تتوسلون ليعطيكم الحبة الكاملة؟ سخر منكم وقال أنكم لا تستحقون العيش، هل نسيتم؟ الجثة سوف ترمى. إذا لم تدفن الجثة سوف أسحب المساعدات لكم وأتخلى. إنها قضيتكم أنتم وليست قضيته. كما قلت مسبقا، الجثة سوف ترمى. وتدفن الجثة ولماذا لا تدفن الجثة؟ على رميها. ادفن الجثة. لا أحسن.
أحسن الجثة